أنا اسمي ياسمين وعندي 24 سنة. عايشة في قرية في محافظة الشرقية في مصر. اتجوزت من حوالي 4 سنين. من صغري وأنا مليش أي اختلاط بحد ولا حتى عندي أصحاب. اتجوزت واحد اسمه عامر وأكبر مني ب8 سنين. حياتنا كانت مستقرة وكلنا كنا قاعدين في بيت عيلة واحد. حماتي قاعدة في الدور الأرضي وأخو جوزي كانوا قاعدين في الدور التاني وانا ساكنة في الدور الاول. انا جوزي بينزل الفجر يروح الشغل بتاعه، هو شغال في مصنع بتاع ملابس بس في القاهرة، فبيسافر كل يوم الصبح. بيمشي على الساعة 5 الفجر كده وبيرجع على الساعة 9 بالليل. ولحد دلوقتي بعد 4 سنين جواز لسه ربنا مرزقنيش بأولاد منه. وبصراحة يعني الحالة على قدها، فمعناش فلوس للدكاترة والكلام ده كله، وانا راضية بكده وبقول الحمد لله، راضية باللي ربنا كاتبهولي. يعني اول ما جوزي بينزل يروح الشغل بتاعه، انا بصحى برتب شقتي، بشوف ايه اللي ناقصها، ولو في حاجات بنزل اشتريها من السوق، يعني بظبط الدنيا قبل ما انزل عند حماتي. وبعد ما بظبط حاجتي يعني الشقة بتاعتي، بنزل عند حماتي كده الصبح انا وسلفتي، بنساعدها في البيت بتاعها وكده، علشان طبعا هي ست كبيرة، فكل حاجة بنعملها لها بقى، بنروق شقتها ونعمل الاكل وكل حاجة. سلفتي دي عندها 33 سنة، متجوزة اخو جوزي الكبير. هما اتنين بس، اتنين صبيان. بس اخو جوزي كل شغله انه شغال في الارض بتاعتهم وبس، وما بيعملش اي حاجة تانية. عندهم ارض كبيرة هو اللي ماسكها، هو اللي بيزرع وهو اللي بيعمل كل حاجة. هو عنده حوالي 40 سنة. من كتر قعدتي مع سلفتي تحت كل يوم عند حماتي، خلاص بقينا واخدين على بعض قوي، وبقينا نقول لبعض على كل حاجة، يعني اتصاحبنا على بعض قوي. بس ساعات كنت بلاحظ منها حاجات كده ما كنتش بحبها. كانت بتسألني أسئلة جريئة قوي، يعني مثلا تقولي هو جوزك عامل معاكي ايه؟ فبقول لها يعني ايه عامل ايه معايا؟ تقولي انت هتستعبطي يعني. بقول لها والله مش فاهمة. تقولي يعني عامل ايه معاكي في العلاقة؟ انا بصراحة مش ببقى عارفة اقول لها ايه، فبقول لها الحمد لله وبسكت على كده. والاقيها تقولي بس انا حاسة ان انتي مش مرتاحة. فبقول لها ليه بتقولي كده يعني؟ قالت لي والله ده احساسي، واحساسي بيقول لي كده. فبقول لها الحمد لله انا كويسة. وبصراحة بقيت بستغرب الاسئلة بتاعتها عن الموضوع ده، بس ما كنتش بركز معاها قوي. لحد ما في يوم من الأيام لقيتها بتسألني سؤال تاني. السؤال ده غير حياتي كلها وخلاني واحدة تانية خالص غير بتاعت زمان اللي أنا أعرفها. لقيتها بتقولي هو انتي شفتي أفلام قبل كده؟ قلت لها أفلام؟ أفلام ايه؟ قالت لي انت هتستعبطي، هو في واحدة في سنك ما شافتش أفلام؟ قلت لها والله ما أعرف انتي بتتكلمي عن ايه. قالت لي طيب أنا من يومين أو يومين كده وهفرجك على حاجة كده، بس لما نقعد لوحدنا. فانا بصراحة استغربتها قوي. قلت لها خلاص ماشي. بعد ما طلعت البيت عندي فوق شقتي، قعدت افكر افلام. افلام ايه اللي انا ما اتفرجتش عليها لحد دلوقتي وانا ما شفتهاش؟ مش فاهمة. انا اصلا يعني كنت عايشة في بيت اساسا ما كانش فيه تلفزيون اصلا، وحتى يعني جوزي لسه جايب لي الموبايل من حوالي مثلا شهرين كده. انا ما كانش معايا تليفون حديث اصلا بكاميرا، او لو في فيديوهات او الحاجات دي خالص. بعد يومين كده نزلنا طبعا تحت عند حماتي الصبح، بعد لما روقت الشقة بتاعتي، وحماتي ساعتها كانت لسه نايمة. هي ست كبيرة طبعا وعندها حوالي حاجة و60 سنة، فبتبقى لسه صاحية كده على الساعة 12 كده. فلقيت سلفتي بتقولي يلا بينا، فبقول لها يلا بينا. يلا بينا ايه؟ قالت لي تعالي علشان هفرجك على حاجة. قلت لها ماشي تعالي. كنا قاعدين ساعتها في الصالة ولقيتها راحت قايمة وداخلة الأوضة وندهت عليا. دخلت لها، قالت لي اقفلي الباب وراكي. قفلت الباب وطفي النور. قلت لها طفي النور ليه يعني؟ مش فاهمة. قالت لي بس اسمعي الكلام واطفي النور بس وتعالي. فبصراحة استغربتها وقلت لها خلاص ماشي. ورحت طفيت لها النور وبتاع الأوضة وكده. وكان النور بتاع الموبايل بتاعها كان عامل إضاءة خفيفة في الأوضة.
وقالت لي تعالي اقعدي جنبي على السرير. رحت فعلا قاعدة جنبها وهي ماسكة الموبايل. راحت مشغلة لنا فيديو وانا قاعدة جنبها. قصته ان كان في واحدة قاعدة في البيت مع جوزها وبتشتكي ان ضرسها تعبها. طبعا الفيديو كان بالانجليزي بس ده اللي فهمته من الفيديو. وقالت لجوزها ان هي عاوزة تروح للدكتور. المهم جوزها اخدها ووداها للدكتور وكانوا متأخرين، يعني كانوا هم اخر ناس في العيادة. ولما جه الدكتور بتاعها وجه الدور بتاعها دخلوا هما الاتنين للدكتور. بس واضح ان اول ما الدكتور شافها بصلها كده من فوق لتحت، يعني عجبته قوي وفضل يبص عليها جامد. وبعدين الدكتور راح طلب من جوزها طلب غريب، قال له انت هتستنى بره لحد ما اخلص. وفعلا جوزها خرج وهي مددت على الكرسي بتاع الدكتور اللي هو بتاع الأسنان ده. وكان في ستارة بيضة كده ورا الكرسي بتاع الدكتور لما بيشدها أو بيفردها، لو أي حد فتح باب العيادة من بره ما بيشوفش المريض. المهم بعد ما شد الصدارة كده راح مقرب من بقها وفضل يبص عليها ويبص على أسنانها، وفضل يمشي ايده على رقبتها وقرب منها. وانا اول ما شفت كده قلبي فضل يدق جامد، وكل ما كان بيلمس حاجة في جسمها انا كنت جسمي كان بيتنفض لحد ما شفت كل حاجة حصلت بينه وبينها. كنت الأول مرة في حياتي أشوف فيلم حاجة زي كده. أعصابي كلها ثابت وتعبت جدا جدا. بعد ما الفيلم خلص، هو كان حوالي 9 دقايق، لقيت سلفتي بتقولي ها ايه رأيك بقى؟ قلت لها انت فظيعة، انت جبت الحاجات دي منين؟ قالت لي وانت مالك؟ قلت لها انا اعصابي سايبة ومش قادرة اتكلم، بس من ساعة ما شفت الفيلم ده وهو علق في دماغي قوي، وبقيت كل يومين 3 انا اللي اطلب منها واسألها لو جايبة حاجة تانية او فيلم تاني. اي حاجة جابتها، وبقيت اتفرج معاها تقريبا لمدة 4 شهور. بقيت مستمتعة بالموضوع ده جدا، لدرجة اني حسيت اني ادمنت حاجة زي كده. لحد ما جات يوم ونزلت حماتي وهي ما نزلتش، فاتصلت بيها لقيتها كنسلت عليا. قلت اكيد مشغولة في حاجة. وبعدها لقيتها نازلة على الظهر كده ومتضايقة قوي وحاسة ان هي معيطة، وانا بصراحة مش متعودة اشوفها كده خالص، اكيد في حاجة في بالها. فبسألها ايه مالك وايه اللي اخرك كده؟ لقيتها دخلت الأوضة اللي كنا بنتفرج فيها وقفلت الباب وانا معاها، وفضلت تعيط جامد. وانا عمالة اسألها واقول لها يا بنتي في ايه مالك؟ ايه اللي حصل في ايه؟ وهي ساكتة خالص مش عايزة تقول اي حاجة. فين وفين لما بدأت تتكلم كده، وقلت لها احكيلي ايه اللي حصل مالك؟ قالت لي جوزي عرف كل حاجة. وقلت لها عرف كل حاجة ازاي يعني؟ مش فاهمة. قالت لي مسك التليفون وشاف كل حاجة، شاف الفيديوهات والأفلام اللي كنا بنتفرج عليها، وصحاني من النوم وفضل يضرب فيا وكان هيطلقني. وفضل يقول لي مين اللي شاف الحاجات دي وجبتها منين وازاي. قلت له جبتها من على النت. ومن كتر ما هو عمال يضرب فيا علشان يهدى شوية قلت له ان انت كمان بتتفرجي معايا. نعم. قلت له ايه؟ ليه قلت كده؟ حرام عليكي. قالت لي ما هو مش عاوز يبطل ضرب فيا، فقلت اقول له على حاجة تشغله عني. قلت لها ربنا يسامحك. وقالك ايه بقى؟ لما قلت له كده راح بطل ضرب فيا وراح دخل البلكونة وما بقاش يتكلم معايا، مش عارفة ناوي يعمل معايا ايه. قلت لها انا خايفة بقى يقول لجوزي حرام عليكي. المهم بعد يومين كنت عند حماتي، لقيت جوز سلفتي ده عمال يبصلي كده بصات غريبة. سلفتي ساعتها كانت فوق في شقتها. راح نادى عليا وقال لي انا عرفت اللي حصل بينك وبين مراتي. قلت له عرفت ايه يعني؟ مش فاهمه. قال لي انت عارفه كويس. قلت له لا انا مش عارفه حاجه، وبينت في ان انا ما عملتش حاجه. قلت له بتقول لي ليه كده؟ لقيته قال لي طيب كويس قوي. تصدقي بقى انا غلطان ان انا كلمتك، بس لما جوزك يرجع من الشغل انا هقوله على كل حاجه وهعرفه كل حاجه. وراح خارج من الشقه وقفل الباب وراه. وانا بقيت مرعوبة، مش عارفة اعمل ايه وخايفة فعلا يقول لجوزي وجوزي يطلقني ولا اهلي يعرفوا حاجة زي كده.
رحت فاتحة باب الشقة ورحت خارجة جري وراه، لقيته طالع على السلم. رحت بسرعة طالعة وراه ووقفت قدامه وقلتله أبوس رجلك، ما تقولوش حاجة، أنا والله أول مرة في حياتي أشوف حاجة زي كده أو أعمل حاجة غلط. قال لي طب انزلي وهنبقى نشوف الموضوع ده بعدين. بعدها بحوالي ساعتين سلفتي نزلت عند حماتي، ورحت حكيت لها اللي حصل من جوزها، وقالت لي ده هو فعلا كان ناوي يقول لجوزك. قلت لها طيب علشان خاطري، عشان خاطري بالله عليكي كلميه ان هو ما يقولش حاجة لجوزي، اطلعي له دلوقتي وقولي له ما يقولش حاجة لجوزي. وفضلت اتحايل عليها على حد ما طلعت تقول لجوزها ان هو ما يعرفش جوزي حاجة. وعلى الساعة 9 بالليل كان جوزي رجع، وكلنا كنا قاعدين بناكل مع بعض عند حماتي، واخو جوزي كل شوية عمال يبصلي وانا مرعوبة لحد ما خلصنا الاكل. وبعد كده طلعت انا وجوزي شقتنا ولقيته بيتعامل معايا كويس. عرفت ان الحمد لله ما قالوش حاجة ولا اتصل بيه، وهديت كده واطمنت وارتحت نفسيا. وتاني يوم لما كنت عند حماتي وانا بعمل الاكل، لقيت اخو جوزي ده دخل عليا المطبخ، فلقيت نفسي بشكره جدا ان هو معرفش جوزي حاجة. قال لي طب اطفي على النار وتعالي عاوزة اتكلم معاكي شوية. وفعلا طفيت على الحاجة وخرجنا من المطبخ وكنا لوحدنا في الشقة، وحماتي كانت بتأكل الطيور. فلقيته بيقول لي هو جوزك مقصر معاكي في حاجة؟ قلت له مش فاهمة يعني ايه؟ قال لي يعني في العلاقة مقصر معاكي. سكت كده وما ردتش. قال لي طيب كنت بتتفرجي على الافلام دي ليه؟ قلت له بصراحة اول مرة اشوفها وحسيت ان هي عجبتني، يعني ببقى مبسوطة وانا بشوفها. قال لي طب ايه رأيك بدل ما تبقى افلام تبقى حقيقة طالما حابة الموضوع ده؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا عاوزك تفتحي دماغك معايا ولا اروح اقول لجوزك. قلت له لا لا والنبي بالله عليك ما تقول له حاجة. قال لي خلاص اللي هقوله لك هتسمعيه، بدل ما اروح اقول له واعمل لك مشكلة وممكن تتطلقي فيها. قلت له حاضر، انا من ايدك دي لايدك دي. وسابني ومشي وانا عمالة افكر في كلامه، وفهمت ان هو عايز يعمل معايا كده بس ما كنتش متأكدة وما كنتش عارفة اعمل ايه. بعدها بيومين لقيت سلفتي بتقولي ان هي اتخانقت مع جوزها خناقة جامدة ومش اتكلموا بعض خالص، وبقت تروح توديله الغدا وهو شغال في الارض، وما كانش بيرضى ياخد الاكل منها وبترجع بيه تاني. فلقيتها بتطلب مني ان انا اللي اوديله الاكل. بعد كده قلت لها حاضر. اليوم اللي بعده جه ميعاد الغدا وحضرت الصينية اللي هوديها له. المشكلة ان انا بفضل امشي بالصينية دي حوالي 10 دقايق علشان الارض بتاعتهم كبيرة جدا، وهو بيكون بعيد وعاملين اوضة كده بس في اخر الارض. المهم فضلت ماشية بالصينية كتير جدا لحد ما وصلت عنده، ودخلت الأوضة وقلت له احط لك الاكل فين؟ قال لي حطيه عندك. يدوب لفيت وحطيت الصينية على الارض وبقوم لقيته كان في ظهري وماسكني من وسطي. رحت بعدت وقلت له انت عاوز ايه؟ قال لي انا عاوز اللي بيحصل. قلت له ايه اللي بيحصل؟ قال لي اللي بيحصل في الافلام اللي انت بتتفرجي عليها. قلت له ما ينفعش، الافلام دي تمثيل، ولو جوزي عرف هتطلق فيها وبيتها هيتخرب. قال لي ما تخافيش، مفيش حد هيعرف حاجة ولا حتى مراتي. وراح مقرب عليا واخدني في حضنه وفضل يحضن فيا كتير قوي. ولقيت الوقت هيتأخر، قلت له معلش الوقت هيتأخر وانا همشي دلوقتي وهبقى اجيلك تاني. ومشيت من عنده بالعافية وعمالة اكلم في نفسي وانا مش مستوعبة اللي حصل. انا جسمي كله موقف وحاسة ان هيغمى عليا ودايخة جدا. ولما رجعت البيت قعدت مع نفسي كده وطلعت شقتي ودخلت قلت اوضتي وقفلت عليا ونمت عشان مش مستوعبة اللي حصل. هو اللي حصل معايا ده ليه؟ بعد ما عدى يومين على الموضوع ده لقيت نفسي بقعد لوحدي في الأوضة، وبقيت أحس بإحساس غريب، إحساس إن أنا عاوزة أروح له تاني، عاوزة يعمل كده تاني معايا. مش عارفة ده سببه ايه، بس هو ده ساعتها الإحساس اللي كان مسيطر عليا، لأن كنت المرة اللي فاتت مبسوطة قوي معاه وما بقيتش أحس خالص بجوزي، وبقيت أنا اللي وديله الغدا في الأرض كل يوم.
بس ما كانش بيحصل بينا اي حاجة غير احضان وبس، لاني بضطر ان انا ارجع بسرعة علشان ما ينفعش اتأخر. وبقى كل ما يكون في فرصة نكون لوحدنا، سواء في الشقة عند حماتي او في الارض عنده، لازم تحصل حاجة ما بينا، لحد ما اعترف لي ان هو بيحبني وما بقاش يحب مراته. وانا كمان اعترفت له ان انا بحبه قوي وبحب كده معاه، وبكون مبسوطة جدا وانا معاه. لحد ما في يوم قال لي ان هو هيودي مراته عند اهلها يومين، هي عايزة تروح هناك بقالها فترة، وانتي اول ما جوزك يروح الشغل ما تنزليش عند امي، تجيلي الشقة عندي علشان ناخد راحتنا. قلت له ماشي. وبعد ما سلفتي مشيت تاني يوم الصبح، اول ما جوزي نزل على شغله، رحت لابسة قميص حلو كده تحت العباية، ورحت متصلة بيه الاول وقلت له اجيلك. قال لي يلا انا مستنيكي. رحت نزلت وفتحت باب الشقة ودخلت. رحت داخلة اوضة النوم وقال لي تعالي. رحت داخلة وراه وهو شال لي العباية بتاعتي وشافني واتجنن. حسيت انه طاير من الفرح. حصل بينا كل حاجة وكأننا متجوزين بالظبط. وفضل معايا حوالي نص ساعة وانا حاسة اني اول مرة اعيش الاحساس ده. وقلت له فعلا ان انا زي ما يكون اول مرة اتجوز، وقلت له ان انت من النهاردة هتبقى جوزي. رحت واخداه في حضني وفضلنا كده شوية، وبعدها قمت ونزلت شقتي ودخلت نمت، لاني كنت خلاص حاسة ان انا في عالم تاني ومش عايزة حاجة تاني من الدنيا. ومع الوقت ما بقتش احب جوزي خالص يقرب مني، ولما كنت بخليه يقرب مني كنت بعمل حاجة كده تقضية واجب وبس مش اكتر. لحد ما لقيت اخو جوزي بيقولي بعد كده هنبقى عندك في الشقة على طول، اول ما جوزك ينزل ويروح الشغل هجيلك، هعمل نفسي رايحة الارض وكده وانزلك. وفعلا بقى كل يومين او 3 لازم يعدي عليا ونعمل كل حاجة سوا. وفضلنا حوالي 5 شهور، لحد ما في يوم حسيت بمغص جامد قوي في بطني، وكنت عمالة اخد ادوية والمغص مش بيروح. رحت للصيدلية اللي عندنا في البلد وقلت له اني متجوزة وعندي مغص مش بيروح خالص. قال لي يعني الاعراض اللي عندك ايه وكده. حكيت له على الاعراض اللي عندي. راحت الدكتورة اللي هناك قالت لي طيب روحي على المعمل دلوقتي واعملي تحليل حمل. قلت لها ايه حمل؟ انا كنت شايلة الموضوع ده اصلا مش بفكر فيه وناسياه خالص، حمل ازاي دلوقتي؟ المهم رحت وعملت التحاليل واتصدمت لما عرفت نتيجة التحاليل اني حامل، واني بقيت مش عارفة مين ابو اللي في بطني ده، يبقى ابني مين. رحت البيت ومش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. قلت لاخو جوزي ان انا حامل. قال لي انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ قلت له والله انا حامل. ورحت عملت التحاليل وطلعت حامل. وبعد ما رجع جوزي من الشغل عرفته ان انا حامل، وبرضه لقيته مش مصدق اللي انا بقوله، وبقى طاير من السعادة والفرحة. وقال لي بصي انا مش عايزك تتحركي من السرير، ارتاحي انتي وانا هعمل لك كل حاجة. وفعلا بقت سلفتي هي اللي بتخدمني لما كنت حامل. بس كنت هتجنن ومش عارفة الجنين ده يا ترى هيبقى ابن مين، ابن جوزي ولا حصلت حاجة من اخوه هي اللي خلتني احمل. بعد ما خلفت اتكلمت اني عاوزة اعمل التحليل، لاني لازم اعرف ده ابن مين. سألت على النت وكده وعرفت فيه تحليل بس غالي، ده اللي بيحدد النسب. قلت لاخو جوزي احنا لازم نعمله علشان نتأكد. قال لي وانا كمان برضو عايز ارتاح. واتفقنا فعلا على يوم نروح فيه التحاليل في القاهرة. نزلت القاهرة انا وهو، وكان معايا شوية ذهب، بعتهم وعملنا التحاليل، وقالوا لنا النتيجة هتظهر بعد 4 أيام. ورجعنا البلد وانا بقيت على اعصابي. وبعد ال5 أيام دول ما عدوا نزلت تاني على القاهرة، بس من غير ما اعرفه، علشان خفت ان هو يروح قبلي وياخد النتيجة ويضحك عليا. رحت في المكان اللي عملنا فيه التحاليل وطلبت منهم النتيجة والدهان، بس انا ما كنتش فاهمة فيها اي حاجة خالص. قلت لها طب والنبي معلش يعني لو في دكتور بس يقول لي النتيجة دي فيها ايه. وفعلا ندهت لي على حد من جوه دكتور بص على النتيجة كده وقال لي النتيجة دي ملهاش علاقة بالشخص اللي جه
عمل التحليل معاكي بتاع الطفل، وقلتله يعني الاتنين ملهمش علاقة ببعض. قال لي لا. قلتله انت متأكد؟ متأكد يا دكتور من الكلام ده؟ قال لي اه طبعا متأكد. خدت الورقة منه وانا طايرة من السعادة ان ده ابني وابن جوزي. خرجت من المعمل ورحت مقطعة الورقة حتت صغيرة ورحت رمياها. انا مش هينفع اروح بيها وانا في الطريق وارجع بيها البلد، وخدت عهد على نفسي قدام ربنا ان انا مش هعمل اي حاجة تاني تغضب ربنا، وعلاقتي باخو جوزي دي هتنتهي للابد، وهكون انسانة تانية خالص وهعيش لجوزي وابني وبس. اللي موافقني على قراري ده يعمل اعجاب على الفيديو، واكتبولي في التعليقات اتعامل ازاي مع اخو جوزي لو فكر بعد كده يهددني، واتصرف معاه ازاي.